نعم، تونس أعلنت أنها ستستضيف يوم 24 من هذا الشهر مؤتمر دولي من أجل سوريا. الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو توجيه رسالة قوية للسلطات السورية للنظام السوري بأننا جميعا سواء كنا كعرب أو قوى إقليمية أو دولية نقف إلى جانب الشعب السوري ومطالبه المشروعة في الحرية والكرامة. الشعب السوري ليس أقل استحقاقا من أشقائه في تونس أو في مصر أو في ليبيا لمطالب الحرية والكرامة والعدالة. أردنا أن نوجه رسالة قوية للنظام السوري بضرورة أن يتوقف عن سفك دماء السوريين، سفك دماء الأبرياء. لم يعد مقبولا اليوم في عصرنا وفي هذا الوقت بالذات أن يطلق أي نظام سياسي يديه يعني بالرصاص وبالقتل في واضحة النهار للنساء والأطفال. هذا أمر غير مقبول سواء كان ذلك بالمقاييس الدولية أو بالمعايير الأخلاقية والإنسانية. هذا هو الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر ستحضره أطراف متعددة. أول شيء المجموعة العربية، أعضاء الجامعة العربية وبعض الدول المجاورة وكذلك مختلف الأطراف الدولية. ونحن أكدنا أن هذا المؤتمر سيكون مفتوح لكل الأطراف الدولية بما في ذلك الصين وروسيا. ولكن لماذا تونس؟ تونس واضح، ربما قدر الإخوة الأشقاء العرب أن البلد الأول الذي انطلقت منه شرارة الثورة السياسية التي أثرت في مجريات الأمور في العالم العربي ومنها انتقلت إلى القاهرة ثم إلى طرابلس ونرى اليوم صداها في دمشق. الحالة السورية في حقيقة الأمر لا تختلف كثيرا عن الحالة التونسية. هناك مطالب مشروعة مثلما ارتفعت مطالب الحرية والكرامة في شوارع تونس وفي شوارع القاهرة، هي اليوم ترتفع في شوارع دمشق وحلب وحمص وسائر المدن السورية. واضح أن هناك تشابه كبير بين الحالة التونسية والسورية. اليوم وزراء الخارجية العرب أصدروا بيان دعوا فيه إلى مجلس الأمن إلى الموافقة على تشكيل قوة لحفظ السلام، قوة عربية دولية. هل ترى فعلا بأن هناك حظوظ لهذه الدعوة في مجلس الأمن الدولي؟ يعني نرجو ذلك ونحن نرغب في الحل العربي، ما زلنا نرغب أن تكون المبادرة في الإطار العربي وأن يكون الحل العربي في إطار الجامعة العربية. إذا كان لابد من دور دولي فيجب أن يكون ضمن الإطار العربي وبضوابط عربية وبأولويات عربية. هذه رؤيتنا وهذا هو مشروعنا وهذا ما ذكرناه اليوم في مداخلتنا خلال مجلس وزراء الخارجية العرب هنا في القاهرة. دكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي، شكرا جزيلا لك.